وده يا جماعه الشكل النهائي معايا لبهارات المحشي. تبارك الله، الله اكبر، ما شاء الله. انتوا شايفين جمال وحلاوه، انتوا شايفين جمال وحلاوه البقدونس. شوفوا يا جماعه، ده البقدونس اللي انا شايفين عامل ازاي. يعني هو ما شاء الله، يعني خالص تحميصه ما شاء الله، الجف بطريقه كويسه. وبعدين تعالوا بقى اقول لكم هنا معايا، اقول لكم على الريحه بقى. اقسم بالله بيرفكت، الله اكبر، تبارك الله. الغيط ده البامية شوكتني انا، ما اروحش الغيط ده البامية شوكتني انا. ابويا قال لي يا عطارة سيب الفلفل والكزبرة، هتقطعي الشبت للمحشي ليه؟ ده البامية شوكتني ما اروحش الغيط ده البامية شوكتني. حبايب قلب والله العظيم، لاجل عيونكم اعمل لكم احسن حاجه وهقدم لكم افضل ما عندي بفضل الله. وعلى راي المثل بيقول لك لاجل الورد ينسي العلان. قولوا لي بقى بالله عليكم، في عطل لسه في الكون كله لسه بيعمل اللي انا بعمله ده؟ والله ما في خالص. ان شاء الله ببدأ ان انا اجيب صينية زي كده. شفتوا الصينية ديت؟ ببدأ ان انا افرده فيها كده كده يا جماعة. انا غاسل ايدي والله غاسل ايدي. تمام، هعملها كده وابدأ ان انا دي اول صينية هبدأ ان انا اوديها الفرن. هكمل تخليط ده وهودي الصينية الفرن واديها لكم ايه، الفرن زمانه سخن دلوقتي، وهوريكم الشكل النهائي ان شاء الله. انتظروني. احنا طلعناه طبعا من الفرن البوتاجاز، وبدات ان انا اديله ايه تحميصه خفيفه، لان كان لسه بعض العيدان اللي زي دي كده كانت لسه ايه، هي ما عادش فيها ميه بس يعني تحس ان هي لسه طريه شويه. بدات ان انا اشغل النار، اولع الشعله. انتوا سامعين صوته يا جماعه؟ سامعين صوته؟ قرب كده عليه. انتوا سامعين الفركه بتاعته؟ تمام. انا غاسل ايدي والله العظيم. ابدا ان انا اديله تحميصه بقى كده عشان لو في حاجه ناشفه ولا حاجه. تمام، بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه. وهنبدا بقى ان احنا ناخد العطاره ونقول لكم احنا بنضيفه ازاي لبهار الايه، لبهار المحشي. تمام، بس لما اتاكد ان هو خلاص ايه ما عادش فيه. وانا بفضل اقلب فيه كده يا جماعه، بفضل اقلب فيه كده علشان ما يتحرقش معايا، وعشان ما يسمرش، وعشان انشفه واجففه وما يتحرقش معايا. انتوا شايفين عامل ازاي؟ عشان لو في لسه عيدان فيها ميه ولا حاجه يبقى انا ايه اتاكدت اللي بالفعل ما عادش ايه عيدان مثلا زي دي يا جماعه، ان هي خلاص ما عادش او عود ده خلاص ممكن اشيله براحتي. بس هي الريحه ما شاء الله بدات تظهر معايا ان هي ايه كويسه، يكون متجفف. وعشان لو هي فيها ميه وحطيتها على البهار هيخلي البهار يعطل معايا، هيخلي البهارات تعطل معايا، فلازم اتاكد ان هي سامعين الصوت عامل ازاي بالتحميصه دي. يلا بقى نروح العطاره ونشوف هنعمل ايه ونرجع لكم تاني. حبايب قلبي تعالوا بقى، ده طبعا اللي هو البقدونس والشبت المجفف اللي انا اتكلمت لحضراتكم عليه قبل كده، وان انا جففته. جيت انا العطاره دلوقتي حطيته بالمنظر الجميل ده، ما شاء الله حاجه تبارك الله. اللهم بارك. يعني تعالوا بقى ان شاء الله اقول لكم على المقادير، ولكن المقادير النهارده مختلفه عن اي مقادير انا اتكلمت فيها قبل كده، او اي مقادير انا ذكرتها لحضراتكم قبل كده. المقادير اللي معايا النهارده مختلفه اختلاف كلي. دي مقادير يعني ايه سريعا كده. ممكن ان انا لو انتوا تابعتوا معايا الفيديو اللي هو ال 11 بهار، انا النهارده على افتراض ان انا حوجت ال 11 بهار. تمام، او تعالى نتكلم عملي احسن بشكل اسرع. انا خدت هنا 150 جرام كزبره، 150 جرام كزبره. تمام، انا بحب الكزبره للمحشي بصراحه. اخدت عليهم 100 جرام كمون بلد متغربل. اخدت عليهم معايا هنا 15 جرام جنزبيل، خدت واحده جوز الطيب، خدت 10 جرام عرق دهب او دار فلفل، اخدت عليهم عودان قرفه، اخدت عليهم 5 جرام خلنجان، اخدت عليهم 100 جرام فلفل اسود. تمام، وهنبدا ان احنا نحطهم مع بعض كده. اخدت عليهم هنا 50 جرام بابريكا مدخنه، واخدت 50 جرام توم باودر.
طبعا لو في بصل بودر يكون افضل، والثوم الافضل لو هو مجروش هيكون افضل من كده. اخدت عليهم هنا حوالي 5 جرام ورق لورا. اخدت عليهم هنا 30 جرام كوارع صيني، 30 جرام كوارع صيني. وهنا اخدت 15 من 15 ل 10 جرام من الشطه على حسب الرغبه، ولكن المحشي عندنا هنا بيحب الشطه. طب بذور البقدونس هضيفها؟ لا مش هضيفها دلوقتي، هطحن وهنرجع مع بعض ان شاء الله اقول لكم هنضيفها ازاي وهنفنش مع بعض الشكل النهائي ازاي. وبكده يبقى احنا خلصنا مع بعض كده الطحين. تمام. تعالوا بقى نشوف الشكل النهائي له، ولكن نفتح الاول المطحنه بتاعتنا كده. ما تنسوش يا احباب تدعمونا بلايك وتصلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. دي طريقه جميله وسلسه جدا بالنسبه لبهار المحشي. ببدا ان انا بقى ده شكل بهار المحشي معايا، ده شكل بهار المحشي بعد التحويل اللي معايا. ببدا ان انا اجي بذور الشبت والبقدونس اضيفها حيه كده على بهار المحشي، وابدا ان انا اقلبه كده زي ما حضراتكم شايفين كده. بيدينا الله بيدينا اقسم بالله ريحه جميله جدا جدا جدا. احلى بهار محشي تاخده من عطاره ومحمصه بيه التوابل. صدقني. معلش يا هنون، تعرف تحل الكاميرا وتقرب عليا التصوير؟ تمام. الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. وده يا جماعه الشكل النهائي معايا لبهارات المحشي. تبارك الله، الله اكبر، ما شاء الله. انتوا شايفين جمال وحلاوه، انتوا شايفين جمال وحلاوه البقدونس. شوفوا يا جماعه، ده البقدونس اللي انا شايفين عامل ازاي. يعني هو ما شاء الله يعني خالص تحميصه ما شاء الله، الجف بطريقه كويسه. وبعدين تعالوا بقى اقول لكم هنا معايا، اقول لكم على الريحه بقى. اقسم بالله بيرفكت. الله اكبر تبارك الله. بالله عليك لو وصلت معايا الفيديو هنا ما تنساش تعملوا لايك وتصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.